مقفل ملحوظة مهمة جدا. من يعني وحاجة بسيطة يعني محدش ياخد باله منها يعني. من داخل جوه الصندوق. ايوه طبعا طبعا. هنكمل التطعيمات الأساسية. احنا كنا اتكلمنا آخر حاجة اللي هو التحليل بتاع الكعب. احنا دلوقتي خلاص عدينا اليوم الثامن. ايه اللي هيحصل بعد اليوم الثامن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي خلصنا زي ما انت قلت تحليل الكعب اللي هو كان بيفهم بطريقة خاطئة ان هو تطعيم يعني. هنيجي بعد كده عند شهرين. اول حاجة بعد الفترة ديت بتتاخد عند شهرين واربعة وستة. قبل الشهرين واربعة وستة عندنا حاجة واحدة بس بتتاخد معلمة على كل مصر. ايه هي؟ حقنة الكتف. الايه؟ اللي الكتف. بتسيب علامة العلامة كبيرة دي. بالظبط، العلامة اللي موجودة فين؟ في كتفنا الشمال كلنا يعني. ده تطعيم ايه؟ ده تطعيم الضرن. تطعيم الضرن ده المفروض يتاخد في اول 30 يوم من عمر الطفل. تمام. يعني في خلال اول 30 يوم المفروض اخد تطعيم الكتف. تمام. وغالبا ممكن بيتاخد مع اول او تاني زيارة بيروح فيها الطفل للمكتب الصحة. واحيانا بيروح الطفل برضو، دي معلومة برضو بنبقى قايلينها يعني زي ما قلنا عشان احنا بنتكلم على الواقع اللي عندنا في مصر. تمام. ممكن ان احنا نبقى رايحين في الاسبوع الاول او عندي مثلا تحليل الكعب او كده، وممكن يقول لك في المكتب ميعاد التطعيم في بعد يومين او بعد 3 او بعد 4. لان تطعيم البي سي جي او تطعيم الضرن هي بتبقى حقنه فيها حوالي 20 جرعه، فهم بيجمعوا عدد معين بحيث ان 20 هو ما طفل يقلش مثلا. عن 15 او 16. مم. وان هو يبدا انه يجمعهم كلهم عشان يفتح الفايل او الحقنه الواحده تكفي الاكبر عدد ممكن. تمام. عشان ما يهدرش يعني. مم. فبرضه ديت عشان يبقى الناس فاهمه هو انا ليه فلان الطعام يوم كذا وفلان الطعام يوم كذا. المهم ان هو تطعم في اول 30 يوم. تمام. بعد كده زي ما قلنا دلوقتي عندنا شهرين واربعة وستة. عند عمر 60 يوم، وبعد كده بشهرين 4 شهور، بعد كده 6 شهور. ده بيتاخد بالظبط نفس التطعيمات بالظبط، بتتكرر هي يعني جرعة أولانية وجرعة تانية وجرعة تالتة. ايه اللي بيتاخد بقى عند شهرين واربعة وستة؟ أول حاجة تطعيم اسمه التطعيم الخماسي، وبعدين تطعيم شلل الأطفال حقنة، وبعدين تطعيم شلل الأطفال نقط. هم دول الثلاث حاجات الأساسيين. وبعدين حاجة اسمها تطعيم الفيروس الكبدي ب. دول عند سن كام؟ دول عند سن 6 شهور. طب ما احنا خدنا فيروس الكبدي ب قبل كده في الجرعة الصفرية. هناخده تاني. يبقى الثلاث حاجات دولت هم عبارة عن يعني بشكل مبسط شوية حقنتين ونقطة. حقنتين وإيه؟ ونقطة. الحقنة الأولانية هي اسمها التطعيم الخماسي. التطعيم الخماسي ده يعني من اسمه هي 5 حقنة حاجات. فيها 5 تطعيمات. ال5 تطعيمات دول عبارة عن إيه؟ عن حاجة اسمها الثلاثي البكتيري اللي هو مرض الدفتريا، ومرض السعال الديكي اللي هو البرتصص، ومرض التيتانوس بنسميه دي بي تي. الحاجة الرابعة فيروس الكبد ب اللي كنا طعمنا منه الجرعة الصفرية في أول 24 ساعة. أيوه. والحاجة الخامسة اللي زادت من أول 2014 تطعيم الإنفلونزا البكتيرية. احنا طول عمرنا فاهمين إن الإنفلونزا فيروسية، بس في حاجة اسمها تطعيم الإنفلونزا البكتيرية المستديمة، ولها اسم تاني اسمه تطعيم الإنفلونزا الموسمية. التطعيم ده من أول 2014 انتقل من التطعيمات التكميلية للتطعيمات الأساسية. يعني وزارة الصحة دخلته ضمن الجدول الإلزامي، فأصبح إن احنا مش محتاجين ناخده خارجي عند الدكتور. تمام. عشان كده لو اي ام عندها اطفال مولودين قبل 2014 وبعد 2014 هتلاقي في الشهادات الميلاد في ظهر شهاده الميلاد مكتوب التطعيم الرباعي، وبعد 2014 لو في طفل مكتوب الخماسي اللي هو تطعيم الانفلونزا البكتيريه او المنزليه المستديمه. تمام. الاربع تطعيمات دول بيتاخدوا مع بعض في حقنه واحده، او الخمسه بيتاخدوا في حقنه واحده. وبناخد حقنه تانية اسمها تطعيم شلل الاطفال. شلل الاطفال في مصر له نوعين، نوع بيتطعم منه حقن ونوع بيتطعم منه نقط. واللي بيتعمل منه الحملات الدوريه بتتعمل غالبا كل 4 شهور في مصر، يقول لك حمله تطعيم شلل الاطفال. دي بتبقى نقط. دي بتبقى اللي بتمر في الشوارع دي بالظبط. الحقن دي بقى بتتاخد برضو عند شهرين واربعة وستة مع بعض. والحاجه والنقط اللي هي نقط ايه؟ شلل الاطفال. يبقى عشان برضو نعيد تاني ملخص، انت عند شهرين واربع شهور وست شهور بتاخد الطفل بياخد نفس التطعيمات، عبارة عن حقنتين ونقطة. التطعيم الخماسي وتطعيم شلل الأطفال الحقن وتطعيم شلل الأطفال النقط. لكن عند الشهر السادس في حاجة كمان بتتاخد زيادة. ايه هي؟
جرعه فيتامين الف. فيتامين الف ده بالمناسبه من الفيتامينات المهمه جدا جدا، ومن الفيتامينات اللي احنا عندنا في مصر فيه قصور، يعني هتلاقي جزء مش قليل من الشعب عنده قصور في فيتامين الف، وهو مهم جدا للطفل الحديث الولاده ومهم جدا للام. عشان كده الام في الحمل بتاخد جرعات فيتامين الف تمام. لما بتروح الصحه، والطفل بياخد جرعه فيتامين الف. هي بتبقى عباره عن كبسوله كده بتتفضى فيها زيت، يعني بتتفضى والممرضه بتحطها في بق الطفل. بياخدها ايه الطفل امتى؟ الجدول بقى الجديد اخر ابديت بياخدها عند 6 شهور، كل 6 شهور لحد ما يكمل 5 سنين. يعني عند 6 شهور وسنه وسنه ونص وسنتين سنتين 10 ونص، جرعات يعني ولا وانت ماشي لحد 5 سنين. بالتطعيم او الفيتامين الف ده من الفيتامينات المهمه جدا جدا عشان تزود مناعه الطفل، وبتفرق جدا في ذكائه وفي حاجات مهمه كتير جدا. وزي ما اقول لك احنا عندنا شويه نوع من انواع الديفكت او النقص في الاكل الحاجات او ان احنا ناخد فيتامين الف. تمام. فدي كده الحاجات اللي بتتاخد عند 2 وعند 4 وعند 6. عندك بعد كده بقى عند 9 شهور. عند 9 شهور بناخد جرعه شلل الاطفال نقط، ما بناخدش اي حاجه تانية. اللي هي برضو الحملات بتاعت الشارع. لا، الحمله حاجه والتطعيم حاجه. تمام. عشان ما يبقاش الكلام داخل في بعضه. الحملات دي حملات بتتعمل علشان خاطر انها كل فتره تغطي كل الاطفال اللي تحت عمر معين، ان هم ياخدوا تحت عمر 5 سنين وياخدوا جرعه من شلل الاطفال. احيانا لما بيحصل جرعه على الاقل، جرعه تمام، بياخدوا تطعيم شلل الاطفال بحيث ان هو يفضل محافظ على ان نسبه الاصابه بالمرض ده تبقى 0. تمام. عند 9 شهور احنا اللي بنتكلم فيه التطعيمات الاساسيه اللي انا بروح في مكتب الصحه. أيوة. لكن حملات هم بيجوا لي لحد البيت. تمام. عند 9 شهور بندي جرعه من شلل الاطفال نقط ماشي. وهنا بنبقى خلصنا الحاجات اللي بتتاخد في اول سنه. اول ما الطفل يكمل 12 شهر يبدا ياخد تطعيم اسمه تطعيم الثلاثي الفيروسي. تمام. تطعيم الثلاثي الفيروسي. ايوه. بنسميه MMR. ايه التطعيم الثلاثي الفيروسي ده؟ ده بيطعمك ضد 3 فيروسات مهمين جدا، الا وهم اول واحد بنسميه الغده النكافيه. الغده النكافيه دي اللي هي بتيجي عند الطفل وغالبا بيبقى تحت عمر 2 أو 3 سنين. فجاه تيجي تلاقي الام تقول لك انا ابني خده ورم ودانه طلعت كده ومش عارف يمضغ. هنا في غده اسمها الغده النكافيه. تمام. الفيروس بتاعها اكتشفوا منه تطعيم، والتطعيم ده الطفل بيطعم منه وبيحمي بنسبه كبيره جدا. بس للامانه بنشوف نسب مش كبيره بتصاب بالفيروس، بس لما بتصاب بتبقى الاعراض بسيطه، تقعد 4 ايام 5 ايام اسبوع وبعد كده تروح. تمام. ده الفيروس الاولاني. الفيروس الثاني هو الحصبه، والفيروس الثالث الحصبه الالماني. في فرق بين الحصبه والحصبه الالماني. ده فيروس وده فيروس. تمام. فبنطعم منهم جرعه عند سنه، وهياها نفس الجرعه بتتكون جرعه مقويه عند 1.5 سنة. تمام. يبقى انا عند 12 شهر بروح المكتب الصحه باخد تطعيم ثلاثي فيروسي، وعند 1.5 سنة باخد معاه تطعيم برضو مقوي من MMR او الثلاثي الفيروسي. طيب هل في زياده عن 1.5 سنة عن السنه؟ ايه الزياده؟ باخد كمان حقنه تانية. يعني لو قلنا بشكل ابسط شويه، عند السنه حقنه واحده، وعند 1.5 سنة حقنتين. الجرعه الثانيه من الثلاثي الفيروسي، وجرعه مقويه من الثلاثي البكتيري اللي خدته عند 2 و4 و6. أيوة. يا اما باخده ثلاثي بكتيري، يا اما لو الطفل ده عنده مشاكل معينه او عنده تشنجات كان فيه في الهيستوري بتاعه او التاريخ المرضي ان جاله تشنجات، فبمنع التطعيم بتاع السعال الديكي وبديله الدفتريا والتيتانوس بس، بنسميه DT. يعني يا اما بياخد الثلاثي اللي هو DBT، يا اما بشيل حرف البي اللي هو مين اللي بيقرر الهيستوري التاريخ المرضي بتاع الطفل. تمام. لو هو متسجل له حاجه زي كده اوتوماتيكالي بياخد الDT. تمام. ممتاز. وبياخد زي ما قلنا مع 1 سنة و1.5 سنة شلل الاطفال. يعني من الاخر خالص كل ما الطفل بيروح الوحده الصحيه بياخد ايه؟ بياخد شلل الاطفال اللي هو النقط. تمام. فده قلناه او ما قلناهوش نعرف انه بيتاخد، ده اساسي بالظبط. تمام. وزي ما قلنا عند السنه هياخد مع الحقن ايه؟ جرعه فيتامين الف، وعند 1.5 سنة هياخد جرعه فيتامين الف. بياخدها كل 6 شهور. كل 6 شهور. تمام.